الزمالك بيفلت من بلوزداد، مش بيكسب بلوزداد في ماتش. معتمد جمال واللعيبه صعبوا على نفسهم كتير. معتمد جمال بدأ الماتش باللي المفروض كان يبدأ بيه ما عدا تغيير واحد. التغيير هو ان بتزيرا انا شايفه نازل رابط رجليه، ومعروف ان بتزيرا مصاب. طيب، انت الماتش في الشوط الاولاني انت نازل وعايز تخلص الشوط الاولاني 0-0، وعارف ومتأكد ان بلوزداد عامل زيك، عايز برضو يوصل الشوط الاولاني ونص الشوط التاني لصفر صفر. ليه؟ علشان بلوزداد لو جه في جون اماله هتضيع، فيعمل ايه؟ يفضل ماشي معاك بالماتش للدقيقه 70، وبعد الدقيقه 70 يضغط عليك ويعلق كور في منطقه جزائك عشان يجيب في الجون ويلعب معاك ضربات جزاء. قمت انت عملت ايه؟ بدات الماتش ببتزيرا، رغم انك انت نص الملعب بدات بيه صح، لعبت الكويره اللي يقدروا يحافظوا لك على الكوره، اللي هم فتوح وشحاته وعبد الله السعيد، والتلاته نجحوا ان هم يحافظوا لك على الكوره شويه، رغم ان الشوط الاول خلصان بلوزداد 51% وانت 49%. يعني بلوزداد استحواذه اكتر منك بحاجات قليله، لكن انت بتلعب في ارضك ووسط جمهورك، وانت احسن من بلوزداد. انت اديته فرصه ان هو يطمع في الماتش، ان هو يحط نفسه في موقف ان هو اللي ضغطك وانت اللي بتحاول تخرج الكره من المنطقه عندك. بلوزداد كل خطورته فين؟ كل خطورة بلوزداد في الكور اللي بتتحط جوه منطقة الجزاء، سواء من على الطرفين أو في الضربات الثابتة. أنت عملت إيه؟ الشوط الأولاني مسكت كورة، حاولت إنك أنت تبعد الكورة عن مناطق الخطورة بتاعتك، بس أنت نزلت بتزيرة حرقته. أنت كان المفروض إن بتزيرة ينزل الشوط التاني في آخر تلت ساعة اللي هو هيضغط فيها، فبالتالي حتى لو ضغط أنت هتعرف تستغل سرعات بتزيرة ومهارته إنك أنت تقدر تخلص. بدأت الماتش، جيت الشوط التاني، واضح جدا ان عدي بعيد، واضح جدا ان ناصر بعيد، واضح جدا ان فتوح بدنيا كان مستهلك. كانت التغييرات محتاجة تبقى بدري شوية عن كده. ده كده بالنسبة لمعتمد جمال. طيب اللعيبة، في على الأقل 4 لعيبة بره مستواهم بطريقة مش طبيعية. الشوط التاني معتمد جمال ابتدى يخرج الناس اللي استهلاك بدنيا زي عبد الله السعيد وفتوح، ولعب مكانهم اتنين في نص الملعب، ربيع وادم كايد. في الاخر طلع ناصر منسي ونزل الونش عشان ينفعك انك انت تقفل ورا في اخر تلت ساعة، اللي تحذر منها من قبل الماتش ان هم في اخر تلت ساعة هيضغطوا عليك قوي، هيعلقوا لك كور كتير جوه منطقة الجزاء، هيلعب ان هو ياخد منك ضربات ثابتة عشان خاطر يلعبها لك جوه منطقة الجزاء ويعمل لك خطورة، وحصل. فيما عدا التعليق جوه منطقة الجزاء، بلوزداد كان عنده لعبة واحدة كان بيعتمد عليها، بيعتمد على الوينج ليفت اللي هو مزيان، بياخد الكرة يقطع بيها عرض الملعب ويروح يعمل زيادة عددية على الناحية اللي كان فيها بنتايج، وعملت خطورة 3 مرات على مرمى الزمالك، منهم واحدة كانت هتيجي جول. طيب، أنا لما لقيت الشكل كده، ليه ما عملش ترحيل؟ ليه اللعيبة بتاعت الزمالك ما كانتش بترحل؟ كنا فاشلين جدا في موضوع الترحيل. اللعيبة واقفة سرحانة، يعني مزيان خد الكورة حطها وجري بعرض الملعب، شحاتة يسيبه، ادم كايد لما نزل يسيبه، عبد الله السعيد كان بيسيبه. فاللعيبه لما تعتمد على بعض وما ترحلش ورا اللعيب اللي رايح يعمل زياده عدديه، ده شغل برضه مدرب مش شغل اللعيب بس. فكان المفروض على معتمد جمال يفهم اللعيبه ازاي يرحلوا من بره. كان يتكلم في 3 لقطات استفزوني قوي من 3 لعيبه. اللقطه الاولانيه كانت لعمر جابر في الشوط الاول، بتزيرة حط له كوره على الطرف، لو عمل اوفر كويس كان عدي الدباغ وناصر منسي كانوا جوه المنطقه، كان ممكن يخلصوا الجون، لان دفاع الجزائر بيقف غلط، دفاع بلوزداد بيقف غلط، انت ما استغلتش ده. عمر جابر عمل ايه؟ خد الكرة وقام حاططها في ظهر اللعيب وهنمشيها ظهر اللعيب. اللعيب التاني كان شحاتة. شحاتة بين الشوطين اللعيب رقم 8 بتاع بلوزداد بيعترض على الحكم بشكل مبالغ فيه ومعاه انذار. شحاتة بيحط ايده على بقه وبيهديه. طب انت بتهديه ليه يا شحاتة؟ هو الماتش ده في طيبة؟ احنا مش جايين نطيب خواطر. سيبه يعترض، الحكم ممكن يديله التاني يطلع طرد، تكسب الماتش بلقطة زي دي. اللعيب التالت واللقطة التالتة كانت ربيع، كورة ناحية الشمال عند بنتايج، الوينج معاه الكورة وشه للأوت، ربيع في ظهره، افضل حضن عليه، هو آخره هيعمل إيه؟ هيخبطها فيك عشان طلعها أوت. يقوم ربيع بكل بساطة زقه وعامل فاول، وأنت عارف إن مصدر الخطورة بتاعهم الفاولات اللي من على الأطراف.
هل معتمد جمال ما قال لهمش الكلام ده؟ اكيد قال لهم، بس ده بقى هنا ذكاء او غباء لعيب.